حبايبي الحلوين، وكان زمان كان يا مكان كان في ملك، والملك عنده وزير، بس وزير مش عادي، كان حكيم جدا، وكان دايما عنده ثقة في إن كل اللي ربنا بيقدره للإنسان خير، مهما كان كله خير. وفي يوم من الأيام خرج الملك مع الوزير في رحلة صيد. يصوب الملك ناحية الهدف، أوبس، ما يصيبش الهدف، يتضايق الملك، يتنرفز الملك. الوزير يقول له لعله خير. في كل مرة يفشل الملك في إصابة الهدف كان الوزير يقول له نفس الكلمتين، لعله خير. وهم ماشيين وقع الملك في حفرة عميقة جدا. يتعصب الملك، يتنرفز الملك. الوزير يقول له لعله خير. جت الجنود وخرجت الملك من الحفرة. يا خبر، ايد الملك كانت بتنزف دم كتير. رجعوا للقصر بسرعة وجابوا الطبيب. كشف الطبيب على ايد الملك، وأمر الطبيب بقطع صباع من ايد الملك، وإلا الجسم كله ممكن ينضر بسببه. يغضب الملك، يتنرفز الملك، ويرفض أمر الطبيب. ولما زاد النزيف اضطر الملك يسمع كلام الطبيب. الوزير قال له لعله خير. سأل الملك الوزير، وإيه بقى الخير في كده؟ انت بتتمنى ان صباعي ينقطع؟ يغضب الملك، يتعصب الملك، ويؤمر الحراس بالقبض على الوزير وحبسه في الحال. الوزير يقول له لعله خير. فضل الوزير جوه السجن فترة طويلة. وفي يوم من الأيام خرج الملك مع حراسه في رحلة صيد. وقع الملك في إيد جماعة من عبدة الأصنام، وأخدوا الملك علشان يقدموه لتماثيلهم قربان. ولما عرضوا الملك على قائدهم لقى صباعه مقطوع، فأمر بتركه فورا، وقال لهم رجعوه مكان ما جبتوه. ازاي ده يكون قربان؟ القربان لازم يكون سليم، ما فيهوش علة. ازاي نقدم قربان ناقص صباع؟ رجع الملك القصر وهو سعيد جدا، بيحمد ربنا وبيشكره انه نجاه من الموت بأعجوبة. يضحك الملك والكلام الوزير يفتكر، فيؤمر الحراس إنهم يجيبوا الوزير في التو والحال. ولما جه الوزير حكاله الملك على اللي حصل، واعتذر له كمان على اللي حصل منه. ويسأل الملك الوزير، قل لي يا وزير، ايه سر تعليقك بلعله خير لما أمرت الحراس إنهم يحبسوه؟ رد الوزير الحكيم على الملك وقال له يا مولاي، لو ما كنتش حبستني كان زماني معاك في رحلة الصيد كالعادة، وكان زمانهم واخدني مكانك ومقدمني قربان، وكان زماني في خبر كان. يا مولاي، ربنا لما بياخد حاجة من البني آدم يا إما بيكون عشان يمتحنه ويختبر صبره وقوة إيمانه، أو بيكون خير مجهول. فلعل الخير كامن في الشر. يبتسم الملك، يضحك الملك، ويحمد ربنا ويقول عندك حق يا وزير، لعله خير.